التظاهرة الثقافية أسبوع الأمير عبد القادر. نظمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في إطار هذه التظاهرة أسبوع ثقافي ممتد من 4 فبراير إلى غاية 8 فبراير. تنوع فيه النشاطات الفكرية والأدبية والثقافية. كان يعني موزع ما بين نشاطات موجهة للأطفال مثل ورشات أحسن قصة، ورشات الحكواتي إلى غير ذلك، من خلالها أيضا معارض من بينها معرض الرصيد الوثائقي حول سيرة الأمير عبد القادر، معرض تحف أمير عبد القادر للمشارك التونسي نور الدين مولاي سيدي بلعباس، مشاركة أيضا مميزة من طرف السيد مصطفى دويدي من ولاية مستغانم، أيضا شارك معنا بتحف ومقتنيات الأصلية للأمير عبد القادر. يتخلل البرنامج أيضا اليوم 8 فبراير وهو كاختتام لهذا الأسبوع الثقافي ندوة تاريخية جمعت ما بين الجانب طبعا الأدبي والجانب الأكاديمي من خلال مداخلات فكرية من طرف الأستاذ هاني عبد القادر، من طرف أيضا الأستاذ شقرون الجيلاني من قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية. يصاحبه أيضا قراءات شعرية طبعا شعراء ولاية سيدي بلعباس، الشاعرة قاتل أم الجلالي، شاعر قاتل محي الدين، شاعر تونسي نور الدين، أيضا الشاعرة رشاد الريش. يتخلل البرنامج أيضا محي حكواتي اللي هو عرض مميز مخصص للأطفال والشباب عنوانه على خطى الأمير عبد القادر. فيه أيضا تكريمات للأطفال المشاركين في المسابقات والورشات التي كانت مفتوحة، وطبعا تكريمات الخاصة بالمشاركين في هذه الندوة التاريخية. هدفنا طبعا أننا نحيي هذه الذكرى مبايعة الأمير عبد القادر، نغرس في حب يعني في حب الأطفال روح الوطن، روح الاقتداء بهذه الشخصية العظيمة والكبيرة اللي هو كان الأمير عبد القادر. كان مفكر وقائد سياسي ورجل دين وشاعر في نفس الوقت. يعني الهدف من هذه التظاهرة الثقافية أن نحيي هذه الذكرى وتكون دائما موجهة طبعا لنشأ الجيل الصاعد، أنه نقتدي بخطى الأمير عبد القادر ويكون قدوة طبعا للشباب. لما لا؟ طبعا كان هذا البرنامج موزع على عدة أيام، واليوم هو يوم الاختتام اللي تكون فيه التكريمات. نتمنى تكون يكون هذا البرنامج كان في حسن المستوى، وإن كان انطباع كبير من طرف اللي لبوا الدعوة، من طرف شعراء كتاب أدباء شاركونا، أيضا الهلال الأحمر. طبعا نعتز أيضا بمشاركة متحف المجاهد من طرف السيد قويدر يعطيهم الصحة. أيضا هم كان المعرض متنوع من خلال ملصقات حول طبعا حياة الأمير عبد القادر من بداية طبعا تأسيس الدولة إلى غاية طبعا وفاته. أيضا البرنامج كان متنوع، كان متوزع على طول الأسبوع. هذا اللي قدرنا نوجدوه بهذه المناسبة. نتمنى تكون في المستوى. ولد محمد ولد الحاج علي ولد فاطمة بنت سيدي معاشر. كاين اللي يقول عليا راوي، كاين اللي يقول قوال، وكاين اللي يقول مداح. التاريخ الحقيقي ولشمال إفريقي، هذا تاريخ الحقيقي ولشمال إفريقي. يحكي على واحد الزعيم يسموه عبد القادر مول الخاتم والبرنوس، اللي بايعوه الأحرار أصحاب البارود والكرابين. الشيخ يقول عبد القادر وباه يسموه الحاج محي الدين، وهما يقول هذا الزهرة بنت مقدم من تاع حمام بوحجر اللي مشي بعيد على وادي المالح وشعبة اللحم، المكان اللي مات فيه بابا عروج. علم النجوم وعلم البر، ورجع يبني عمي فارس من فرسان يعافر الرجول ويعافر الغولة، وتعلم يقرا عند مشيخة واحد اخرين معروفين في ذاك الزمان. عبد القادر هو صغير كان يبغي يلعب مع الدجاجة، يلعب مع الدجاجة، خطرة يلعبوا حويقة، خطرة يلعبوا قرن، وخطرة يتبارزوا بالمطرق، ولا يقايسوا بالمقلاع، يصيدوا الحجلة ويصيدوا النب. هذا اليوم هذا ما كانش عندي قصيدة فيما يخص الأمير عبد القادر،
مي حاولت بارطو لي موان. كانت عنده واحد القصيده نقول فيها والله اسمح لي يا بلادي دمي والروح والعمر ويا ارض النخوه والعصامده، تاريخ وطني شايع للجيل. كنذكر امير عبد القادر هو اللي بدا. امير عبد القادر سيتي حاجه ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله باذن الله غادي نحاول بارتو لي موان باش ندير قصيده وندير نأرخ فيها كاع لي بوان استراتيجيك تاعها وين كان وين روح وين عاش وين زاد وين ان شاء الله باذن الله.